أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبناء الحسين، صالح بعد صالح. السلام على إمامنا التقي. السلام على سيدنا النقي. ذاك إمامنا الحسن بن علي العسكري المسموم المقتول ظلما. سادتي آل محمد، فاز والله من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى لولايتكم. يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم وندرك قائمكم، فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فنفوز فوزا عظيما.
قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم والعن عدوهم. الآية الكريمة أرجوك تتحدث عن معنيين. المعنى الأول هو معنى الإيمان، والمعنى الثاني هو معنى العلم. وبالتالي أرجوك السياق القرآني يأخذنا إلى حيز، هيك أريد أقول حيز من الفكر الإسلامي داعي إلى النهضة، مو داعي إلى الرجعية والتخلف. شلون؟ تنبه لي. الفلاسفة المسلمين كلهم يتفقون على أن الإنسان هدفه مرتبط بعلمه. شبابنا كلش هذا مهم، كلش. يقول الفيلسوف: كلما اتسع العلم اتسع الهدف، كلما قل العلم ضاق الهدف، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة لا يكون هدفه إلا الطعام والشراب والجنس. ليش؟ لأن علمه يكون محدود أو معدوم. من تسأل الفيلسوف أرجوك تقول له شنو دليلك؟ يقول لك هذا من المسلمات، من القواعد المسلم بها، أن الموجودات، شوف، أن الموجودات عدا الإنسان يتفق القاصي والداني على أنها لا تدرك من الأشياء إلا ظاهرها، لا تدرك الجوهر. يعني من أمر أرجوك أنا بالسبع، بالأسد، أمر بالطيور، أمر بالديناصورات، أمر بأنواع الحيوانات، أجد أن ذلك الحيوان لا يمتلك القدرة على التعمق في الأشياء وإدراك الكليات. الإنسان من ينظر مثلا إلى قانون الولد والوالد يتعمق بيش يستنتج المقابلة المتضايفة، يقول هما متقابلان لكنهما متضايفان، مثل ما هو منصوص عليه عند المناطق. ابتكر الإنسان قانون العلة والمعلول. شنو العلة والمعلول؟ يقول ما دام أكو ضوء، ما دام أكو ضياء، إذا لابد أكو سبب منتج لهذا الضياء. شنو السبب؟ السلك النحاسي، المصباح التشغيل والإطفاء، مولد الكهرباء الجنريتر، القوى المتصارعة الموجبة والسلبية اللي يسموه بوزيتيف نيجاتيف. شنو القوى؟ يقول ما دام أكو معلول لابد أكو علة. هذا منو ابتكره؟ الإنسان لو الحيوان؟ شبابنا، الإنسان عند القدرة على العمق في الأشياء، يتعمق. ابتكر الإنسان قانون السنخية، ابتكر الإنسان قانون التسالم، ابتكر الإنسان قانون الضرر الممتنع، ابتكر الإنسان كثير من القوانين. ابتكر جراهام بيل الاتصالات اللي وصلت في عصرنا اليوم إلى قطعة من البلاستيك تستطيع أن تصور وتستطيع أن تبث وتستطيع أن تتصل بأقصى نقطة من العالم. شوف،
هذا شنو؟ هذا الإنسان، القدرة عند الإنسان. ولذلك هذا الموضوع ما تلقى عند الحيوانات. تشوف الفلاسفة يقولون على أن الحيوان لا يستطيع أن يتجاوز جغرافيته أبدا، ما يقدر الحيوان أرجوك يغير مكان الجغرافي، مرتبط بجغرافيته المكانية. الآن جيب أجلكم الله كلب، سكنه في دارك، سكنه في منطقة الشعب، تشوف هذا الكلب أبدا ما يقدر يعبر إلى منطقة الكرخ من بغداد أبدا، ما عند القدرة على تمييز المناطق، يبقى بالمنطقة اللي وضعت بها. الإنسان عند القدرة على التنقل الجغرافي، ولذلك تميز الإنسان عن باقي الموجودات بشنو؟ بالعقل. عند العقل، العقل اللي ميزه، العقل اللي جعله يدرك، العقل اللي جعله خليفة الله في الأرض. هذه القدرة يمتلكها أي واحد. اثنين، الإنسان يمتلك القلب اللي هو الحرم الوجداني، هذا حرم المشاعر، القلب الذي هو حرم العشق، القلب الذي هو حرم الحب. شو يقول هذا العارف؟ شو يقول هذا العاشق؟ يقول: كنت مغفلا حين كنت أبحث عنك في السماوات أو في الأرض أو في الكنائس أو في المعابد، لكن حين علمت أنك في قلبي قدست قلبي. الإمام الباقر في رواية أبي الجارود شو يقول؟ حدثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله أنه قال: ما وسعتني سماء ولا أرض ووسعني قلب عبدي المؤمن. الله، هذا الله الذي لا يحد. يسكن وين شبابنا؟ بالعقل لو بالقلب؟ بالقلب. ولذلك هذا الذي يسكن الله في قلبه تجده لا يحمل الضغينة، لا يحمل الحقد، لا يحمل الكراهية. هنيئا لمن لم يحمل الحقد رفيقا له، هنيئا له. هذا الإنسان المقبل على الحب يمتلك ثقافة ورصيد الحب، هذه الثقافة المقدسة بالإسلام. وين تصير هذه؟ تصير بالقلب. ولذلك المحصلة اللي أريد أوصل لها كمقدمة حتى أدخل وياك بالنص القرآني شنو؟ إنه الإنسان يمتلك العقل والقلب، هذين المائزين اللذان يدفعان بالإنسان وين؟ نحو النهضة. رب العالمين شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سعة الهدف مرتبطة بمن؟ بسعة العلم. كلما اتسع العلم اتسع الهدف. تشوف أجلكم الله الحيوان ما عنده هدف من هذه الحياة إلا الطعام، إلا المنام، إلا الأكل، إلا الشرب، إلا الجنس. بينما الإنسان عنده أهداف، عنده هدف الأخذ من ماضيه العبرة، عنده هدف التجدد والتطور والتقدم والنهضة، عنده هدف التغلب على مشاكله، عنده هدف أن يكون غده أجمل من يومه وأمسه. منين اتسع الهدف هذا؟ اتسع من جراء العلم، اجا من العلم. ايش قد ما الإنسان يمتلك رصيد علمي تشوفه أكثر ثقافة وأكثر تهذيب. واقعا هذا الأمر يعني واقعي. اليوم أنت من أولى الأولويات اللي سيطروا بها على الشارع العراقي أن حرموه من ثقافة العلم، حرموه من رصيد العلم. على سبيل المثال الإنسان العراقي منين كان يتكسب العلم؟ من المدرسة الأكاديمية. المدرسة الأكاديمية ضربوها، بلي هاي الأحزاب والعياذ بالله هؤلاء ملعونون، هؤلاء أبالسة. أيها الأحزاب
نسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم. أنتم ظلمتم الناس، استعمرتم الإنسان 14 سنة من 2003 لليوم، استعبدتم عباد الله، جعلتموهم متعسكرين متخندقين، كل حزب بما لديهم فرحون، جعلتموهم طرائق قددا لا يقبلون الوحدة، لا يرضون الوحدة. الناس ما بين مذاهب متعددة وطوائف متصارعة، ما بين قوميات متصارعة، حتى أبناء داخل المذهب اتجاهات متصارعة. تتصور أرجوك هذه اجت من فراغ؟ أبدا، هذه اجت من تخطيط لئيم، تخطيط شيطاني أعد في ليل مظلم حتى يدخلون العراق في هذا الخندق. ومع الأسف الجهل منتشر. نعم، الثقافة الصدامية اللي علمت أبناء هذا البلد على الجهل ما زال اليوم كثير من الصداميين مرة يرتدون زي الثقافة، ومرة يرتدون زي العلم، ومرة يرتدون حتى زي الدين. خاف عبالك، خاف البعض يتحرج أن يقولها، لا أنا أقول. كنا بالحوزة أيام اللعين، كنا بالحوزة كل معمم مخلص لآل محمد عليه 5 يرتدون العمة وهم في الأمن يداومون، صح ولا لا؟ روحوا اسألوا أساتذتنا وطلبة العلم بالنجف الأشرف، من سقط النظام ذول ال5 كانوا يراقبونا، وين صاروا؟ وين راحوا؟ أترك الجواب لك حتى تعرف المرض وتعرف الفيروس وتعرف كيفية القضاء عليه. الثقافة الصدامية ما زالت متغلغلة، اجت الأحزاب استغلتها. الإنسان العراقي كان يأخذ العلم من المدرسة الأكاديمية، ضربوها، من الجامعة ضربوها، من الكلية ضربوها، من المنبر الحسيني ضربوه، من منبر الجمعة ضربوه، من منبر الجماعة ضربوه. دخلوا الإنسان أرجوك في أتون من الفوضى والجهل. بالفعل لما قل العلم الهدف شبابنا صار واسع لو صار ضيق. اليوم احنا لابد أرجوك أن نرجع علما إلى ثقافة القرآن، الثقافة القرآنية العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم. طيب خلي أنطيك فرد صورة أرجوك من صور الجهل، شلون يكون الجهل. اليوم أكو ظاهرة اجتماعية تابعها أنت. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة استخدام التشريعات الإلهية استخدام سيء. شنو اليوم بعض الرجال دا يسوون؟ دا ياخذ المرأة يشمرها ببيت أهلها 6 أشهر سنة، بعدها شي يسوي؟ يقولها إما أن تدفعي لي مبلغ حتى أطلق، وإما أني أبدا ما أخليك بعد تندلي لي طريق، أخليك معلقة لا أنت السما ولا أنت القاع. هذا استغلال علما، استغلال للتشريع الإلهي. خلي بالك يمي، شوف باوع وين دا يوصل الحال. أنا أحكي هذا الحكي حتى لا تجي تلوم الشاب من تشوفه لازم الفيسبوك والإنترنت والموبايل وتسمي لي يا ما عنده دين. دائما الإنسان من يلجأ إلى الإنترنت ويلجأ إلى النوم معناها دا يهرب من الواقع التعيس اللي دا يعيش. من يصوروا له دينه بهذا المضمون، شو تتوقع؟ هذا يتمسك بالدين لو يرفض الدين؟ يرفضه. باوع ايش دا يسوي؟ ياخذها سنة شمرها يم أهلها ما له علاقة بيها، يقولها أنت معلقة لا أنت السماء ولا أنت القاع. المجتمع بطبع ذكوري عندنا لو مجتمع منصف، مجتمع ذكوري متعنصر نحو الذكر، ما يرحم الأنثى، ما يحترمها، أظلها معلقة
واحدة من السيدات المحترمات تركت لمدة 7 سنين. إخواني أرجوكم دققوا بالفترة، 7 سنين هذه المرأة المحترمة مرمية في بيت أهلها، من راجعة مكتب المرجع، مكتب الفقيه، مكتب الحاكم الشرعي، حتى تحصل على طلاق غيابي. إيش قالها مكتب الفقيه؟ قالها لابد أن يكون عندنا اتصال بهذا الزوج، رقم تليفون غيره. الزوج سوى قطع كل اتصال وكل طريق تستطيع هاي المرأة أن توصل من خلاله. مكتب المرجع ما طلقها، المحكمة القضائية، محكمة الأحوال الشخصية ما مؤخذ بطلاقها عرفا وشرعا. وظلت هاي إلى اليوم 7 سنين. أرجوك هذه تعاني الأمرين بسبب شنو؟ بسبب الجهل اللي خلى هذا الإنسان يستغل التشريع الإلهي لغاياته الشخصية الدنيئة. بعد أجي أني أتزوج متعة، أتزوج زواج منقطع، وأتلاعب بأعراض الناس وأتعدى على أعراض الناس في برامج الدردشة هذه، وأدمرها لأسرتي، أدمر البيت، أجيب بنات الناس أدخلهن إلى فراش الزوجة، وأسمي هذا السلوك سلوك شرعي. هذا صح لو غلط؟ هذا غلط، هذا استغلال للتشريع. عندك علم ايش قد عدد أرقام هذا الزواج، استغلال الزواج المنقطع؟ عندك علم ايش قد عدد أرقام الأسر التي هدمت، طلقوا بسبب سوء استغلال التشريع؟ ظاهرة أخرى، ألاحظ البعض دا يطلع لي ذاك اليوم، أشوف لي مقطع لرجل دا يرتدي زينة زي العمة زي الحوزة، وقاعد يتكلم لي بكلمات سمجة بلغة ساذجة، ويغلط ويتجاوز. وأشوف بعض الصفحات والمواقع حاطتها موضع للسخرية والضحك، يخلون الشباب يضحكون عليه. باوعت أنا تفاجأت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أخي أنت وين أستاذك؟ من الذي ألبسك العمة؟ هل أنت ترتاد إلى الدرس؟ أخي العزيز، إن كان يوصل لك الصوت، من اللي لبسك الزي؟ العمة ليست موضع للسخرية. احنا ما نسمح كطلبة علوم دينية أن يستخدم الزي الحوزة واستخدامات خاطئة. العمامة أخي زي شريف، العمامة زي محترم، يرتدى للطالب الذي يرتاد الحوزة لا يترك الدرس، مو يرتديها الذي يرتاد أروقة السياسة والبرلمان. تردد من قبل الإنسان الذي أكمل علوم آل محمد، الذي يدرس تلك العلوم ويطمح في نشرها. الزي الحوزوي مخصص لهذا الشيء. شنو أنت مرتد الزي الحوزوي وقاعد حاطيك مضحك يضحكون عليك؟ شنو هاي؟ توين أستاذك؟ منو زكاك؟ منو لبسك العمامة؟ بالوقت اللي أنا دا أصارع، أنا الآن في مرحلة حرجة. إخواني، الواقع الديني والنص الديني دا يعيش حالة حرجة جدا الآن، حرب مستعرة وجهل مطبق دا يحرف كل معنى ديني جميل، ودا يجعل أرجوك موضع اشمئزاز عند الشارع. فأنا ما مستعد الآن لكل هذه المهاترات، كل هذه السخافات. اتقوا الله حق تقاته. انت الإنسان المتدين اللي يوصل لك الصوت، اتق الله في دين الله. اخواني، الناس بدت صارت عندها يعني ما أعرف شلون أوصلها، والله ما أعرف، بس أنا أحاول أحكيها ببساطة وما أحب أجرح لي أحد. هذا المنبر إنساني، لكن أنا مضطر للصراحة، أتكلم بصراحة لو ما أتكلم شبابنا.
إخواني واقعا يعني أكو الجهل ده يخلي استخداماتنا لله ورسوله وآل محمد ده تخلي الشارع يكرههم. شارع ده يكره ربه. يعني من يجي متسول يجي ده يقدي واقف بإشارة مرور، اجا ده يريد يتسول، ايش قال له هذا؟ قال له الله ينطيك. انت من ده تقول له الله ينطيك ده تستخدم الله استخدام سلبي لو ايجابي. انت كارهه ما تريد تطيق، ده طرده، ده تدب على اليمن على الله. زين لو فرضنا هذا محتاج او ما محتاج، هذا ما راح تصير عنده مشاعر ايجابيه لو مشاعر سلبيه من الله. سلبيه انت من ده تشوف اغنيه حلوه ايش ده تقول؟ ده تقول الله، ده تستخدم لفظ الجلاله على فرج موضوع مو لطيف. والبعض ده يستخدم لفظ الجلاله استخدام يعني حتى على مسائل اجلكم الله تافهه، من تعجبه يقول عليها الله. زين هذا اطلاق لفظ الجلاله على التافه، هذا ايش راح يخلي المقابل يحترمه يحبه للفظ الجلاله؟ لو راح يصير عنده مشاعر سلبيه. اذا هذا المولد الرئيسي للكفران، سب وشتم الله، منين اجى؟ من هذا الموضوع. انا دا استخدم النبي محمد صلى الله عليه واله في حي السلبي. من يجي داعش او القاعده يسبون الايزيديه تحت اسم محمد، ويكتلون الطوائف والمذاهب تحت اسم محمد، وتقوم الطائفيه تحت اسم محمد. الشاب هذا بده ينشأ ايش راح يصير مشاعره؟ من تستخدم اسم اهل البيت تصعد به بالانتخابات، توصل به للقصور، وتقعد تبوق به اسم الناس. من تستخدم اسم اهل البيت لتوليد الكراهيه بين الطوائف. من تستخدم اسم الحسين او الزهراء او احد المعصومين في ما اعرف ايش اقول لك. ابا وعلي ذاك اليوم كومة زبايل قذاره بالشارع وحاطين صوره الحسين لو الامام علي بالنص. هذا استخدام سلبي لو ايجابي؟ مو هاي الشباب الان تمتلك الانترنت، تمتلك الموبايل، تمتلك الهاتف، من طب وتشوف شعوب لا تعرف الله ولا تعرف محمد ولا تعرف آل محمد، وتشوفها شعوب نظيفة، شعوب متقدمة، وشعوب متطورة، شعوب عندها قانون، شعوب عندها حياة، شعوب عندها إنسانية. وتباوع لك أنت المتمسك بالله ومحمد وآل محمد لا إنسانية. المي للشربة وسخ، شارعك وسخ، المسجد وسخ، الحسينية وسخة. ايش تحكم عليكم؟ صح دا احكي له انا غلطان. انا ليش اقول للابن ال14 ابن ال15 ابويا انت لا تمشي بنفس الممشى مال هذا الجيل، انطلق من الانسانيه، اظهر انسانيه هذا الدين، انسانيه هذا النص، إنسانية نفسك. قدم حسين جميل، قدم زهراء معلمة مربية، قدم ربك مو كرب عنصري، قدمه كرب، رب جميل يحب الجمال، رب شرع للحب، شرع للعلم، مثل ما قدم محمد صلى الله عليه وآله ذاك المجتمع الجاهلي، مثل ما قدم علي بن أبي طالب ذيك الأمة اللي اصطفت لقتل إمامها، مثل ما قدموا أهل البيت عليهم السلام، ومثل ما راح يقدم الإمام المهدي. أقرأ في كتاب الغيبة للشيخ النعماني والشيخ الطوسي أعلى الله مقاميهما أن المهدي عليه السلام إذا دخل إلى الغرب سلموا له بلا قتال. قتال أكثر راح يصير هنا بالشرق، هنا بس يوصل لهناك سلموا له. أسألك سؤال، ليش
شنو اللي يجعل هاي الناس تسلم للإمام، تدخل في دين الله سلما؟ لأن الإمام راح يقدم الإنسانية، قدم الحب، قدم العلم، قدم الطهارة، قدم الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين، شو أريد أسمعها منك حلوة بحلقك، أريدك تحفظ القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منين؟ منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله، شوف، تفكر أرجوك بالنص القرآني. إذن السياق القرآني يطلب من الإنسان المسلم أن يكون مؤمن، هذا واحد. اثنين، يطلب منا أن يكون متعلم، يحترم العلم. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يرسل المعتمد. شوف باوع أثر أهل العلم في المجتمع. ربما البعض يقول أنتم تعتقدون أن أهل البيت أئمة، بس إحنا ما نعتقد أنهم أئمة. أقول له نعم، لكن هل تعتقد بأنهم أهل علم؟ هذا التاريخ ينبئ بأنهم أهل علم، علماء. شوف هذا الموقف للإمام صلوات الله عليه. الإمام العسكري عليه السلام يرسل إلى المعتمد يقول له: يا ابن رسول الله، راهب أدرك أمة جدك محمد فقد افتتنت في دينها. اجى الإمام حضر، قال له: شنو الخبر؟ قال له: راهب نصراني يخرج إلى الصحراء يدعو الله فتمطر السماء، ونحن نخرج إلى الصحراء نصلي وندعو فلا ينزل المطر. الناس شكت في دينه. الإمام العسكري سمعه، قال له: طيب، أخرج أصحابي من السجن، طلع المعتقلين اللي التشامرهم بالسجن، اللي كل ذنبهم أنهم محبين لنا، بل واقعا كثير اليوم ذنبهم محبة رسول الله والعترة صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول: إن لشيعتنا دين في أعناقنا، قتلوا على حبنا ولم نقتل على حبهم. احنا ما انقتلنا على حبهم، بس هم انقتلوا على حبنا. شوف الإمام هنا يدافع عن أصحابه، يدافع عن الشيعة، يقول لا أخرجهم من المعتقل. أخرجهم، قال: اذهب بي، إذا صار الناس وخرجت للاستسقاء فأخرج أنا معهم. بالفعل خرج الإمام. اجى الراهب النصراني رفع ايده بالدعاء. قال الإمام للحرس: اذهبوا وأخرجوا من بين أصابعه عظما وأتوني به. راحوا لقوا بالفعل هذا عظم، اجوا للإمام. قال له الإمام: الآن ادعو الله، أنت يا الراهب دع ما نزل المطر. الناس سألت الإمام، التفتت: شنو هالموضوع؟ سألوا الإمام: ما الخبر يا ابن رسول الله؟ قال: هذا عظم لنبي من أنبياء الله قد عثر عليه الراهب، وأنه ما كشف عظم نبي إلى السماء إلا وأمطرت. وبالتالي هذا الراهب استغل الموضوع لغايات دنيئة. الناس في وقتها ازداد إيمانها، ازداد تعلقها بالإسلام، وعرفوا أن صمام الأمان للإسلام منه أهل البيت عليهم السلام. الإمامة شون احنا اليوم نقول صمام الأمان للإسلام منه إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هو القبلة الكبرى، هو إمام الزمان. لازم احنا يزداد تمسكنا به، ويزداد تمسكنا بنوابه، بالمراجع، بالفقهاء، حتى نسلم من أي انحراف عقائدي أو انحراف ديني أو فكري. الإمام العسكري عليه السلام كانت إلى جملة من الحكم، جملة من الأمور
التي أفعم بها الإسلام. كان يحث على الإيمان إلى الحديث القائل: علامات المؤمن 5، زيارة الأربعين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة 51، والتختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. من الحكم الواردة عنه عليه السلام يقول: أقرب الإخوان إليك من لم ينس صنيعك له. هذه من الأمور اللي تدل على أن الإمام عليه السلام كان يدفع المجتمع إلى الإيمان، يدفع المجتمع إلى العلم. ولذلك تشوف السلطة والسلطويين أبدا ما يتقبلون هذا الأمر. إخواني، راح أقول كلمة أنا مسؤول عنها. أنتوا اليوم تتصورون أكو جو ديمقراطي، تتصورون يعني خلصنا من حكم الحزب الواحد وخلصنا من صدام، والصورة اللي أمامكم أنه اليوم الدين دا يحكم والعمامة دا تحكم. مع الأسف أقول لكم أنتم متوهمين. حلو، دا يحكم الأحزاب. هاي الأحزاب الدينية منها ما تحترم الدين، ولا تحترم طلبة العلوم الدينية، ولا تحترم المرجعية العليا بالنجف الأشرف. وبابنا أغلقناه. شوفهم يحاولون دائما يلتصقون بينا. ذاك اليوم دا أقرأ مجلس للإمام الحسين هنا بالشعب يمكم، تفاجأنا طبع علينا سياسي، خرجوا من جحورهم وقربة الانتخابات، خرجوا قاموا يجون إذا مجلس الشون قعدتنا هاي مجلس حسيني، اجوا قعدوا ويانا. حتى شي يقولون العينتين متواضع. بلي اخواني، العمامة مدى تحكم أبدا. والموجودين بالسلطة دم سنونهم أن يشوفون الشباب ملتفين حول الحوزة وملتفين حول المراجع والفقهاء، دم سنون. وعندهم جيوش إلكترونية أنتم تتصوروها شنو هي الجيوش؟ جيوش ليبرالية أبدا، جيوش هي تقاد من أحزاب دينية، بس العنوان عنوان يأخذوه جهة أخرى، يعني مو جهة دينية. والغاية من عدة شوفهم يسقطون بالمرجعية، ويسقطون برجال الدين، ويسقطون بطلبة العلوم، ويسقطون بالمساجد، ويسقطون بالشعائر الحسينية. أقسم بالله العلي العظيم جيوش تابعة للأحزاب الدينية. وحق هذه وحق هو الإمام العسكري وهذه يوم. أكثر شيء الآن، أكثر لكمة، أكبر صفعة تريد توجهها لهؤلاء: التف حول أهل البيت، التف حول الفقهاء، التف حول المسجد، التف حول الحسينية. ارفض أي فساد يجيك باسم الدين، ارفض أي طائفية تجيك باسم الدين، ارفض أي كراهية تجيك باسم الدين. أنت دافع عن دينك سوية، أنا وياك كنا نوقف سوا، يا غيور على دينه، يا غيور على الإيمان، يوقف ويا الخمسة. شوف النتائج شنو راح تصير. جرب أن تصور هذا المجلس وتنزل الآن، يشوفون هاي الجماهير وهاي الجموع قاعدة للإمام العسكري، تقوم قيامتهم، لأن مخططهم أن يكون مسمياتهم الحزبية واتجاهاتهم أعلى من أهل البيت نفسهم. أكثر شيء يغيظهم ذكر محمد وآل محمد. الصافوا شبابنا، الصافوا، صيروا قلب على قلب، ايد بيد بعض. قبل شوية اتكلم مع الاخ جناب السيد الله يحفظه امام المسجد، يقول لي قاعة المسجد مفتوحة لكل احد، برامج
هنا نحاول أن نقدم لهم الدين بحقيقته بجوهره الإنساني. قلت له جزاك الله خير عن الإسلام وأهل الإسلام. إيش قد ما تدفع باتجاه إعلاء ذكر آل محمد، نهج آل محمد، احسب نفسك أنت وجهت صفعة. ده تستوعب كلامي لو بالك مو يمي. شو ضعيفة يا وفاء. ده تستوعب كلامي لو ما ده تستوعب. ها؟ الطبقة لو ما الطبقة. للعنهم وبغضهم وإعلاء ذكر رسول الله وعترته اذكروهم بأعلى الصلوات. ايش قد ما تتجه باتجاه العترة تثبت أنه السلطة المنحرفة والدين لا يجتمعان. هكذا كان بنو العباس ما تقبلوا الأئمة عليهم السلام، سعوا في إهلاكهم بالفعل. شوف الإمام الحسن بعمر مبكر جدا قتل، في بعض الروايات 34 سنة، شاب بعد في ريعان شباب قتله. في رواية أخرى تقول عمره 38 سنة. بعد ما تحملوا وجوده، لأن وجوده كان يغطي على وجودهم، قتلوه. أقرأ في الرواية أنه في الليلة التي ارتحل في فجرها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أسأل الله أن يوفقنا كل سنة وكل عام لإحياء ذكراه. كلكم قولوا آمين رب العالمين. أسأل الله أن يوفقنا لزيارة مرقده إلى سامراء. كلكم قولوا آمين رب العالمين. البارحة قاعد طلعوا قصيدة على الإمام العسكري، أخذتني لوعة العشق. أيوه أخذتني ذيك اللوعة. إي والله قمت أعد الساعة بعد الساعة حتى أوصل سامرة. هسه أكمل مجلسكم وأطلع أروح لهناك أقعد يم الإمام. عشق سامراء، عشق. جرب أن توصل، بس قابله تشوف دموعك تنهمر بلا إرادة، تشعر أن هنالك شيء يربطك بهذا المكان، فتشيء بس ما تعرف شنو. تشعر أن قرارك هنا، إيمانك هنا. لما تنظر تقول هنا غاب مولانا صاحب الزمان، هنا قتل الإمامان العسكريان. في الخبر أن الإمام عليه السلام أخذه السم. التفت إلى حكيمة بنت الإمام الهادي قال أختاه حكيمة نادي لي صبيا أسمر في الحجرة المجاورة. نادته السيدة حكيمة أقبل الإمام المنتظر على أبيه، وضع رأس أبيه في حجره. الإمام عليه السلام مرر يديه على وجه صاحب الزمان قال بني محمد اليوم الفراق ولا لقاء حتى يأذن الله. ولدي إني عطشان فاسقني. الإمام المهدي عليه السلام ناول الإمام العسكري الماء، شرب الماء بعد الماء،
قل أنين وعرق جبين وارتفعت روحه إلى بارئها. رحم الله من نادى وإماما نشمي وحسنا ومسموما ومظلوما. أقول سيدي اسمع تلجمها لا تقول ما قل لي. أنت وضعت رأسك في حجر ولدك وقلت له اسقني الماء أنا عطشان. الحسين لما عطش ونادى أريد الماء رفس الشيخ وذبحه من الوريد إلى الوريد. لا ناصر ولا معين. هذا اللي يألم قلب زينب، هذا اللي يلشم قلب زينب. تقول له خويا وصيت من يحسين بينا، والله بينا من تجبل الغار علينا، والله علي أنا حريم وغرب شنو حكينا. أنا وياك أي حريم وغرب شنو أي حكينا